أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. ومعنا النهاردة الأقاليم والمراكز الصناعية الرئيسية في العالم تتطور درس النشاط الصناعي. ماشي، عندنا هي 4 أقاليم. هنبدأ بأول 2. إقليم غرب ووسط أوروبا. غرب ووسط أوروبا دول عاملين إقليم لوحديهم. في أهم المراكز الصناعية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ال3 دول دول في أوروبا. طبعا إقليم غرب ووسط أوروبا ده إقليم صناعي مش إقليم مناخي، خد بالك. ماشي. تتوافر مقومات الصناعة في دول أوروبا بشكل عام. حبة حبة هتلاقي أوروبا داخلة الباقي بتاعها برضو في الأقاليم الصناعية. مقومات الصناعة موجودة هناك زي الفل. ماشي. وعندهم حاجات اسمها الوحدة الاقتصادية. حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية الأوروبية. لما عملوها اترتب عليها ايه بقى؟ التكامل في الجوانب الاقتصادية في إقليم غرب ووسط أوروبا، وحمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب الاتحاد الأوروبي. ماشي الحال. يبقى ايه؟ يبقى دول اقليم غرب ووسط اوروبا عملوا حاجة اسمها وحدة اقتصادية وفرت لهم تكامل في الجوانب الاقتصادية وحماية جمركية ودعم من الاتحاد الاوروبي. ماشي الحال. ماشي. تمام. نخش على تاني واحد، اقليم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية، وده في امريكا الشمالية. ده اكبر الاقاليم الصناعية في العالم الجديد. بيمتد منين بقى؟ من البحيرات العظمى وضامن مساحة لحد كندا، عشان كده هو اكبر واحد. ماشي. في بقى ايه؟ صناعات هندسية زي السيارات والإلكترونيات والأدوات الكهربية.